حازم وعلي صحاب من زمان، في مرة كانوا قاعدين مع بعض، فجأة شافوا شخص بيتكلم لوحده في الشارع ووشه فيه علامات تعب. حازم قال ده شكله مجنون. علي رد عليه انت كل اللي بيتعب شوية تقول عليه مجنون؟ مش يمكن زعلان او متعصب او نفسيا مش احسن حاجة؟ حازم طب ايه فرق يعني؟ رد عليه علي فرق كبير جدا ما بين المرض النفسي والمرض العقلي. ساعتها بدأ نقاش طويل ما بينهم. تعالوا احنا كمان نفهم مع بعض ايه الفرق ما بين المرض النفسي والمرض او الاضطراب العقلي. أهلا بكم، معاكم دكتور شامد وده برنامج نظرية الحنكش. المرض النفسي بيأثر على المشاعر والأفكار والسلوك، بس الشخص بيكون واعي باللي بيحصل حواليه، زي اضطرابات الأكل، التوتر والقلق، الحزن الشديد بسبب الاكتئاب. أما المرض العقلي بيأثر على الإدراك والواقع، يعني الشخص ممكن يشوف أو يسمع حاجات مش موجودة أو يصدق حاجات مش حقيقية، زي الذهان والفصام. المريض النفسي متألم ومضطرب لكنه فاهم هو فين ومين حواليه. أما المريض العقلي ممكن يهلوس أو يصدق أوهام مش موجودة. طريقة التفكير المريض النفسي الأفكار سوداوية أو مخيفة لكن منطقية. المريض العقلي الأفكار مش منطقية، زي إنه مقتنع إنه نبي أو متراقب من ناس وهميين. نيجي بقى عن طرق العلاج. المريض النفسي غالبا بيحتاج جلسات علاج نفسي مع متخصصين وأحيانا أدوية. أما المريض العقلي محتاج علاج مجسس وأدوية مضادة للذهان وأحيانا دخول المستشفى لفترة. طب ايه اللي بيخلي حد يتعرض لمرض نفسي او عقلي؟ الاسباب المشتركه كتير، منها الجينات الوراثيه، تجارب صادمه في الطفوله، خلل في كيمياء المخ، ضغوط حياتيه جديده. لكن في الامراض والاضطرابات العقليه غالبا بيبقى في خلل اكبر في مراكز المخ المسؤوله عن تفسير الواقع. خالد ووائل كان عندهم اكتئاب حاد لاسباب مختلفه. ناس كتير كانوا للأسف بيسخروا منهم ومن تعبهم. خالد استسلم للوضع للأسف، عاش حياته من سيء لأسوأ. لكن وائل بدأ جلسات العلاج النفسي، ومع شوية أدوية وشوية دعم بقى أقوى من الأول ورجع لحياته الطبيعية. أهم حاجة لازم نعرف إن المريض النفسي أو العقلي إنسان مش خطر، هو محتاج دعم حقيقي. العلاج مش عيب، العيب إننا نسيب حد يتوجع لوحده. المرض النفسي والاضطراب العقلي ليهم أسباب وليهم علاج، ومش عيب أبدا إننا نقوم بطلب المساعدة. الوعي والفهم هو أول خطوة في طريق الشفاء. لو بتحب حد افهمه قبل ما تحكم عليه. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. ولو عايزين تعرفوا احنا مين استنونا في الحلقات الجاية. سلام.